ولات الان كل شيء محكوم بالكره، حتى انه يقال ربما المسؤول على الكره قد يكون رئيسا للحكومه باش يقول بجوج ونتهناو كاع ما نبقاوش نخلطوا بين السياسيين، نعملوها كامله سياسه وكره ونمشيو 5 سنين وحنا نمشيو مع الكره. الاولويات تغيب. ثانيا، وهذه اللي يمكن نقول انا تنحترم السي محمد شفتو تيدير جهده باش يقول هناك اراده. رايت انه يقول بان هناك اراده على ان يكون دوله اجتماعيه، حاول زعما في كثير من الاحيان وعبر عنها مشكورا. انا تنقول ما كاينش اراده. خلينا دابا من التصور الملكي، من الارشادات الملكيه، هذه راها واضحه، ولكن ما كاينش اراده فيها. لان ملي تدير انت رئيس حكومه، الحكومه ما ديرش السياسه، ولكن دابا ملي تدير الاجتماعي لا، ملي تدير الاجتماعي دز منك. لان ملي تدير رئيس حكومه اولويته الاولى هو خدمه فصيلته من المقاولين والناس الفلوس والى اخره. لا يمكن الا ان يكون وزيره في الفلاحه يجي للبرلمان ويقول لك اودي راه كاين الحويجه على الدرهم. شنو فاهم هذا بالاجتماعي باش يمشي ويدير لنا برامج اجتماعيه ويكون عنده اولويه؟ لا، هي هذه. هل يمكن ان اقول انا من الناحيه الموضوعيه راه حنا عندنا اراده؟ لا، ما عندناش اراده. إن عاشرت الرجل في حكومة من الحكومات ورأيت كيف أنه مانع من أننا نقوم بإجراءات اجتماعية ومنها شيء ديال الدعم المباشر. كنت شهيدا على تلك الفترة، وبالتالي أنا ما نكذبش على راسي ونقول أن الحكومة الحالية عندها إرادة في المجال الاجتماعي. الكتاب هو باختصار مقاربة لموضوع الدولة الاجتماعية، محاولة لصبر أغوار هذا المفهوم وحفر عميق جدا في تاريخ السياسة الاجتماعية في المغرب وجذور الخلل الاجتماعي، بحثا عن الإشكالات والعوائق الهيكلية التي أدت بالمغرب إلى التفكير في مراجعة النموذج التنموي وإلى إعادة هيكلة يعني التدخل العمومي في المجال الاجتماعي بمنظمته، سعيا إلى تعميم أو مشروع تعميم الحماية الاجتماعية. وطبيعة الحال وقفنا عند حدود تنزيل هذا المشروع وحدود الشعار الرسمي، وصولا إلى قناعة تبلورت ضمن هذا الكتاب بمنطق علمي رصين، يعني يستند إلى ليس فقط النقد المجاني ولكن إلى المعطيات والأرقام والتقارير والمؤسسات إلى ذلك، والتوازن في البحث يفيد بأن هناك إفراغ لمضمون الدولة الاجتماعية وتجريف أو تحريف لهذا الشعار، وطرحنا يعني مسار تصحيح هذا الخلل وإرجاعه إلى البيئة التي يمكن فعلا أن ترسي الدولة الاجتماعية حقيقية في المغرب، من خلال التمييز ما بين مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراءات تقنية ومحدودة ومعزولة إلى بيئة أرحب فيها دولة الحق والقانون ودولة المواطنة والكرامة، والربط ما بين التنمية والديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية وتشجيع المواطن على أن يكون مواطنا حقا في هذا البلد.